ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده يا جدعان هنشرح مع بعض لعبه ميرج كات. زي ما انتم شايفين يا شباب، اللعبه طبعا كنا شرحناها قبل كده وعملنا منها اثبات سحب. طبعا اللعبه سهله جدا جدا يا شباب، وفي فيديو النهارده هوريك خدعه في صندوق الامان او اللي هي كلمه السر دي، وازاي قدرت ان انا اجيب منها المبلغ ده اللي هو 300 جنيه يا شباب، وازاي انا حليت الكلمات دي، او ايه اسرع طريقه ان انت تحل بيها الكلمات دي. طبعا في ناس كتير حلت الكلمات دي وخدت ال 300، ولكن انا لسه مخلصها الصراحه والله يا شباب، فقلت ليه لا ما نصورش الفيديو ده اعرفك شويه معلومات عن الصندوق الامان ده او ازاي تجيبه. يعني المبلغ ده برضو كويس، فهنشرح كل حاجه ان شاء الله في فيديو النهارده، هشرح لك برضو تريكات في اللعبه كده. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي افضل الصلاه والسلام، ونعمل لايك للفيديو ده وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا على طول نبدا الفيديو. طبعا اليوتيوب يا شباب عامل معانا الجلاشه اليومين دول، مش عارف مستقصدني ليه، ولكن هحاول على قد ما اقدر ان احنا ما نقولش مبالغ في الفيديو ده، ونشوف يعني لو كانت المشكله في كده فاحنا ان شاء الله مش هنقول اي مبالغ يعني غير حاجات بسيطه كده. طيب لو دخلنا على العملات الزرقاء يا شباب، طبعا العملات الزرقاء دي تقدر ان انت تجمعها من اللعبه ودمج القطط وتخليص المهمات او عمل دعوات. وزي ما انتم شايفين احنا معانا مبلغ، طبعا معانا 52,000 عمله زي ما انتم شايفين، وال1000 عمله ب1 جنيه او ب10 جنيه زي ما انتم شايفين، فاحنا معانا 527. فممكن احنا نجمع شويه هنا بالشكل ده يا شباب زي ما انتم شايفين اهوت. وطبعا احنا ضايفين طريقه السحب وفودافون كاش، نضغط على كلمه سحب بالشكل ده يا شباب زي ما انتم شايفين. بيقول لي احنا طبعا السحب هيوصل في غضون 3 ايام عمل. المفروض ان المبلغ في الانتظار زي ما انتم شايفين، وطبعا كنا سحبنا قبل كده 373 و252 زي ما انتم شايفين يا شباب. وطبعا اثباتات السحب دي كلها في الفيديوهات اللي موجوده على القناه دي واللي موجوده على القناه الاساسيه، لان انا كنت شرحت فيديو قبل ما اخد الانذار على القناه الاساسيه. طبعا اللعبه سهله جدا جدا يا شباب، وطريقه اللعب ان انت بتدمج القطط، بتنزل قطط بالشكل ده وبتدمج القطط مع بعض زي ما انتم شايفين. عندك كلمه آلي دي بتضغط عليها بالشكل ده وتسمع اعلان، هيديك دمج لمده 5 دقائق تلقائي، هو هيدمج القطط لوحده. فدي حاجه حلوه، بتضغط على كلمه بالتاكيد وتسمع اعلان. طبعا انت من حيث الاعلانات يا شباب، فانت ليك 200 اعلان تسمعهم كل يوم وتاخد منهم مكافاه، يعني اعلانات مكافاه زي ما انتم شايفين. طبعا وليك 200 صندوق كل يوم يا شباب، يعني تقدر ان انت تجيب 200 صندوق بالشكل ده من ال 200 اعلان اللي انت بتسمعهم. ال 500 جنيه ديت يعني مره واثنين وثلاثه، وفعلا هم عندهم حق، لان انا لسه لي القطعه الاخيره ديت، ولكن دي اصعب قطعه بتطلع، فالحظ بتاعها قليل جدا جدا، بس في الاول وفي الاخر بتطلع لك، يعني انت هيطلع عينك حرفيا عشان تطلع لك، ولكن في الاول وفي الاخر هتطلع لك وتاخد 500 جنيه. فده مبلغ كويس من الخانه دي يا شباب، البحث عن الكنز. وممكن انت تفتح صندوق بصندوق او تفتح الصناديق كلها. طبعا انا بجمع ال 200 وبروح فاتحهم بالشكل ده كلهم مره واحده يا شباب بالشكل ده، وبنشوف كده هيطلع لنا الجزء الجديد ولا لا. طبعا ما طلعش للاسف. بنروح بقى للخدعه هنا زي ما انتم شايفين. طبعا هنضغط على كلمه فتح لان انا جمعت كل كلمات السر، هضغط على كلمه فتح، وزي ما انتم شايفين خدنا ال 300 عمله من العملات الخضراء، وبقى معايا 2400، فده حاجه كويسه جدا جدا. طيب التركايه هنا يا شباب بتقول ايه؟ ان انت لو لاحظت قبل ما نعمل فتح اختار ارقام عشوائيه، يعني مش هيجي مرتين ورا بعض نفس الرقم. يعني مثلا اول واحده دي ممكن ان انا اختار مثلا واحد، لو جت واحد هيروح ضيفه لي هنا، والتانيه بقى مش هختار واحد، يعني لما يجي لي رقم واحد ده مش هختاره خالص، لان طبعا مش هيجي رقمين ورا بعض، وممكن في بعض الاحيان يجي رقمين ورا بعض، فدي برضو حاجه ترجع للحظ يا شباب، وهنا بشكل عشوائي. ولكن انت حاول على قد ما اقدر، لو انت مثلا اخترت رقم واحد او رقم صفر او رقم اتنين او تلاته وجت فعلا وعملت معاك كلمه السر صح، هتجيلك تاني واحده ما تختارش نفس الرقم اللي هو الاولاني. فدي برضو حاجه لازم ان انت تخلي بالك منها. بتجيب الصناديق منين او بتجيب المفاتيح دي منين؟ بتجيبها من المهمات اليوميه هنا زي ما انت شايفين. ادي عندك مفتاح، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي 5 مفاتيح تقدر ان انت تجيبهم كل يوم وتفتح 5 صناديق كل يوم. فدي حاجه حلوه جدا جدا يا شباب. تخلص المهمات دي عن طريق الدمج، يعني انت كل ما بتدمج، يعني مثلا انا دلوقتي دمجت قطه اهوت، ادي اتحسبت واحده، فهو كل الدمج يا شباب هنا لو لاحظنا، بس هنطلع من هنا هنجيب القط المدمج وهنيجي كده هنلاقي ان هو طالب مني ان انا ادمج 1900، فتقدر تجيبهم اصلا قبل ما تخلص ال 200 اعلان. وطبعا ليك 200 اعلان كل يوم، وانا دلوقتي المستوى 57 يا شباب، قربت جدا ان انا اجيب المستوى 60، وبلعب اللعبه زيكم يا شباب. وعادي بنشتري دعوات يا شباب على قناه التليجرام، لو انت بتعرف تستخدم ايسلاند او بتعرف تعمل دعوات في الالعاب دي
ممكن تخش على قناة التليجرام تلاقيني منزل بوست هناك وبقول لو انت بتعرف تعمل لي دعوات يعني عشان نجيب بس الشرط 800. دي التركايه بتاعت صندوق الامان، انصحك ان انت تشتغل عليها. وطبعا لو لاحظت ان هو قلل لي المكافأة بدل 300 بقت 100، وعالم مثلا الصندوق اللي جاي هيبقى 100 او 50، الله اعلم. وطبعا تقدر ان انت تكسب من الدعوات وكله تمام. طبعا انا مستني المبلغ اللي احنا سحبناه يا شباب يوصل في التصوير دلوقتي، ولما المبلغ يوصل لي هرجع لكم تاني. طيب يا شباب، بعد يوم بالظبط السحب وصل لي وكلمة نجاح زي ما انتم شايفين اهيت يا شباب، والرسالة طبعا انا حافظها لكم. السحب جالي من ساعتين، وصل لي 514 من العملات الزرقاء زي ما انتم شايفين يا شباب. فده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. طبعا صندوق الامان ده استفادوا منه يا شباب 300 يعني من العملات الخضراء، كويس جدا جدا. وطبعا ان شاء الله انا قربت ان انا اوصل للمستوى 60. هنشوف هل في اعادة ولادة ولا لا، لان طبعا الكلام كله عن اللي فيه اعادة ولادة، ولكن احنا ما نعرفش لسه، هنشوف فيه ولا لا. وبس ده كان الفيديو بتاعنا، متنساش تعمل لايك وتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس، وسلام.